زاوية جديدة، تفاصيل جديدة هنلاقيها عند ضيفي النهاردة اللي بتشرف بوجوده معايا الأستاذ عمرو عمار الباحث الجيوسياسي. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك فندم. أهلا بحضرتك. لو هقول لك ادي ليوم 7 أكتوبر عنوان، تدي له عنوان إيه؟ أدي له 3 عناوين: سقوط أقنعة، مغالطات وثوابت. سقوط أقنعة، مغالطات وثوابت. تمام. 7 أكتوبر أسقطت قناع الجيش الذي لا يقهر. الجهاز الاستخباراتي الأقوى في العالم، الجهاز الأمني الأقوى في العالم. هذا أول قناع أسقطته 7 أكتوبر. 7 أكتوبر أسقطت القانون الدولي في الحقيقة، ده حق وأيضا القانون الدولي الإنساني اللي تبنته أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية في الحقيقة حتى اليوم. يعني حتى في أفلامهم قد إيه بيصدروا لنا فكرة إن روح مش الطفل، روح الكلب كبيرة قوي ومهمة عندهم جدا ومهمة. يعني لو كلب واقف يبلعها في فيلم يتصل بالبيت الابيض يعني لو في كلب هيموت. فهكذا صدروا لنا مشهد الانسانيه وبلعناه. انما هذا القناع سقط النهارده في الحقيقه. يعني حتى لسه امبارح بيسالوا بلينكن يعني انت مش شايف ان هم الاسرائيليين عملوا جرائم حرب الى اخره؟ قال لهم والله احنا لسه ما سميناش الموضوع ده، يعني لسه ما لقيناش يعني صيغه. بس قبل كده قالوا حيوانات. ده بقى الوزير الوزير الاسرائيلي. انما هنا موقف البيت الابيض، طب انت منتظر ايه؟ يعني منتظر لما نوصل ل 100,000 قتيل شهيد من الاطفال يعني؟ ففي الحقيقه ده قناع اخر سقط في 7 اكتوبر. ايضا قناع مجلس الامن سقط. تمام. ايضا ايران بأذرعها الطولي، هذا القناع الاهم في الحقيقه في المنطقه سقط. يعني ايران الخميني اول ما جابوه على الطياره من فرنسا بالثوره الخميني في 79 اول تصريح طلع بيه قال الطريق الى القدس يبدا من العراق. طب العراق بقت في ايدك النهارده. العراق النهارده اصبحت الولايه رقم 32 لايران منذ انسحاب امريكا منها في 2011 حتى اليوم. والحشد الشعبي بكل مليشياته موجوده ويتحكم في القرار السياسي من بغداد. هذا الخميني النهارده. ومع ذلك ما شفناش الطريق الى القدس بدا من العراق. حزب الله اللي عمله اللي عمل الخميني بعد 82 بعد غزو اسرائيل لجنوب لبنان ووصوله الى بيروت. الخميني عمل حاجه اسمها حزب الله، ما كانش طبعا حسن نصر الله هو مسك بعد كده يعني. وسلحهم ومولهم وخلاهم يبايعوا الخميني في طهران على ولايه الفقيه على اعتبار ان دي هتبقى مقاومه وجبهه ضد اسرائيل على الحدود مع لبنان. ما شفناش حاجه لغايه النهارده منهم. هتقولي له امال ايه اللي بيحصل من حزب الله؟ هل المصالح اختلفت؟ هل في دول تدخلت لمصالحها؟ هل حصل تنسيق؟ هل حصل إعادة بص حضرتك، طبعا مشهد ان هم بيرموا على بعض كده حزب الله ده تمثيليه لاثبات الوجود عشان شعبيته ما تضيعش منه. يعني كل كلمه حسن نصر الله من 3 ايام كانت كلمه بيحاول يجمع فيها اشلاء شعبيته في الشارع اللبناني. ادي اللي باختصار الكلمه بتاعته يعني. فهم بيرموا طوب على بعض الاكتر ولا اقل لمجرد حفظ ماء الوجه امام مريديه اللي اقنعهم بشعارات لبيك للقدس بقاله سنوات يعني. انما ايران اعلنت من تاني يوم من 8 اكتوبر قالت ان احنا مش هنتدخل الا لو اتضربنا. بس خلاص حسم الامر وقضي الامر يعني. ايضا سقط قناع الاعلام الغربي اللي لغايه النهارده ما بيحاولش يجيب الصور الحقيقيه للاطفال اللي تحت الركام. الاطفال اللي بترتعد من الخوف، الاطفال اللي مش لاقيه تاكل. ما بيجيبش السيره ده. المحاورين بتوعه كل لما بيتكلموا على المشهد في فلسطين بيروح ناحيه اسرائيل. ادي الاعلام الغربي اللي احنا يعني كنا بنتباهى فيه في الحقيقه. كل هذه هي الاقنعه احنا لازم نتعلمها يا جماعه. هذه هي الأقنعة. أيضا هناك مغالطات في 7 أكتوبر وإعلان الحرب في الحقيقة. المغالطة الأولى اللي احنا كمصريين كمان واقعين فيها نتيجة للحساسية المفرطة ما بيننا وما بين حركة حماس واللي حصل في السنوات الماضية، إن احنا بنختزل المقاومة الفلسطينية في حركة حماس. ده خطأ تاريخي مش في مصلحتنا أيضا كمصر. تمام. وأيضا اختزال القضية في حركة حماس. هذه مغالطة بشعة الإعلام كله واقع فيه النهارده إذا كان المصري أو العربي. طبعا لأن المقاومة الفلسطينية التي تريد تحرير أراضيها هي بادية من العشرينات. ده من قبل إعلان دولة إسرائيل، قبل قرار التقسيم بتاع 48. المقاومة بدأت بثورة البراق عام 29 لما راحوا اليهود عند حائط البراق وحبوا
يقيموا الهيكل بتاعهم المزعوم. كلما دارت الايام دوراتها كانوا بيعملوا ده في الحقيقه يعني. فقامت ثوره البراق الفلسطينيين عشان يمنعوا الكلام ده ويمنعوا الهجره، ما كانش لسه بقى في استيطان، كان بيمنعوا الهجره. نعم. ثم ابتدت المقاومه تتحرك على الارض باسلحه ضئيله جدا جدا في مواجهه الهجمات بتاعت الجيش الاسرائيلي، وفي مواجهه عصابات. في الحقيقه الجيش الاسرائيلي، الدوله الاسرائيليه انذاك ما كانتش دوله يعني. أيوة. عصابه الارجون، وكان احد اعضائها هو اسحاق رابين اللي عمل بعد كده ورثه مع مع ياسر عرفات. وعصابات شتيرن اللي كان الرئيس بتاعها اسحاق شامير. وفي الكتاب بتاعه قصه حياته تباهى في الحقيقه بالتفجيرات اللي كانوا بيعملها في مذكراته. هي تباهى تباهي غير طبيعي بالظبط كده. ثم المقاومه فضلت تستمر ال 35 مع مقتل عز الدين القسام، واشعلت الثوره من 36 ل 39 ثوره الفلسطينيه الكبرى. 3 سنين بيواجهوا ايه بقى؟ بيواجهوا دبابات، طيران، مدافع، الانتداب البريطاني، بيواجهوا عصابات الإسرائيلية اللي موجودة، تهجير، قتل، سحل، ذبح أطفال. كل المشهد اللي حضرتك بتشوفيه النهارده ده حصل في ثورة فلسطين من 36 إلى 39. المشاهد مقررة كوبي بيست يعني في الحقيقة. فالمقاومة موجودة. المقاومة موجودة بعد كده، بعد قرار التقسيم، وعبد الناصر لما عمل منظمة التحرير الفلسطينية وأسس لنواة جيش تحرير فلسطيني اللي كانوا عبارة عن 4 ألوية في مصر والأردن وسوريا ولبنان اللي هي دول المواجهة. كان موجود مقاومة، والمقاومة دي عملت حرب كرامة ضد إسرائيل بعد في 68 بعد حرب 67 على طول. فتقصد إنه ما ينفعش نختزل؟ لا يمكن نختزلها في الحقيقة في حماس. في حماس لا يمكن. نتحدث عن المقاومة الفلسطينية. طبعا. ده خطأ صعب في الحقيقة. أيضا هناك مغالطة الكل ماشي فيها النهارده، إن بتتكلم عن حرب إنسانية مش حرب سياسية. يعني الإعلام كله النهارده عربي أجنبي غربي كله بيتكلم عن ضرورة فتح الممرات أمنة ومساعدات وإدخال مساعدات. وتحديدا ده اللغة اتغيرت في الغرب وأمريكا. اللغة هي دي اللغة السائدة دلوقتي يا لكن جماعة. احنا في مصر بنتكلم مواقفنا ثابتة. طبعا طبعا لسه جاي لحضرتك في الثوابت هنا. انما احنا بنتعامل معاها، العالم بيتعامل معاها حرب انسانيه. عايز يحولها لحرب انسانيه بالظبط مش حرب سياسيه بالظبط. طيب الثوابت بقى هنا، اهم ثابتين في المشهد بتاع 7 اكتوبر هو ان الشعب الفلسطيني ثابت على الارض. يعني الاطفال والنساء والرجال والشباب والعواجيز بيبصوا للسماء شايفين الصواريخ نازله عليهم وهم بيقولوا لك احنا في الارض مش هنسيبها. اوكي. فانتوا بتتكلموا في تهجير مين؟ هو انتوا بتتفاوضوا على تهجير ايه؟ اذا كان صاحب الشأن بيموت وبيقول لك انا فيها مش سايبها. صحيح. ليه؟ لانه ما عندوش استعداد انه يكرر مره تانية الخطأ التاريخي بالهجره الاولى. بالظبط. الهجره دي اللي تمت في ابريل 48 قبل الحرب. دي بدات من ابريل واستمرت حتى اثناء الحرب. من ابريل لغايه نوفمبر 48 اثناء الحرب. وكانت هجره فضلوا يشفتوهم بالضرب. الانتداب البريطاني مع اليهود فضلوا يشفتوهم لغايه لما طلعوهم على لبنان بمخيمات وطلعوهم على الاردن وعلى سوريا بمخيمات حتى اليوم. ما رجعوش بلدهم. فالنهارده اللي موجود على الارض يعي ويدرك تماما التاريخ بتاعه وعارف ان هو لو راح على سينا زي ما هم عايزين مش راجع تاني. وعشان كده السيد الرئيس قال لك ايه؟ ده فيها تصفيه للقضيه الفلسطينيه. خلاص ما فيش ارض، ما فيش شعب يقعد على الارض خلاص. تمام. وهنقول بقى طبعا هم عايزين الارض في ايه فيما بعد يعني. طيب في الخطاب او كلمه نسيت برضه اقول لحضرتك ان اهم موقف من اهم الثوابت برضه في 7 اكتوبر هو بقى في الحقيقه الموقف المصري نفسه. لان في كتير قوي اسقطت الاقنعه عنهم بدون تسميه يعني. انما الموقف المصري النهارده هو موقف راسخ وبيستمد جذوره من التاريخ والجغرافيا. يعني النهارده الموقف المصري هو الموقف الشريف الوحيد في الحقيقه اللي ما فيهوش اي مزايدات ولا اي لعب خلف الكواليس ولا تحت الترابيزه. وما فيهوش الميكروفونات والابواق الزائفه اللي بتخدع الشعوب في الحقيقه. يكفي ان الدوله المصريه وقفت على عتبات الصمود فيما يخص اخراج الرعايا الاجانب حتى اللحظه. واشترطت ان بما فيهم الامريكان واشترطت ان ما حدش هيعدي
الا لما المساعدات بتاعتنا تدخل. الا لما الجرحى الفلسطينيين يخشوا يتعالجوا عندنا وفاتحه لهم دلوقتي، وعارفين ان احنا هندفع فاتوره وبندفعها، هندفع، لكن مصرين، احنا طول مصرين على الثوابت. حضرتك ده قدرك في التاريخ. احنا طول عمرنا بندفع ده 48 56 67 صحيح. استنزاف 73 صحيح. وحتى اليوم بندفع ده، ودفعناه في 2014 ل 2018 في سيناء. ما هو مخطط التهجير ده هو ابتدى اصلا لما حولوا قبلة الارهاب في سيناء عندنا في 2014 بعد سقوط الاخوان. هنتكلم عليها في الاخر يعني. يلا لا في الاخر ليه؟ ده احنا هنتكلم عليها احنا يا دوب نتكلم، احنا بقينا الاخر. الخريطه اللي طلع بيها نتنياهو قبل 7 اكتوبر والمصالح الامريكيه الاوروبيه الاسرائيليه المشتركه في ارض غزه والهدف الاساسي من الحرب. بص حضرتك، نتنياهو في الامم المتحده في كلمته قبل اسبوعين 3 من المشهد بتاع 7 اكتوبر طلع خريطه وتحدث عن السلام الاقتصادي. لما اتدقق في الخريطه وقال لك دي خريطه اسرائيل النهارده، هتلاقي غزه والضفه مش موجودين، مش فيها اصلا. احنا هنا بنتكلم على الضفه كمان يعني. طبعا. هنا في استدعاء بقى للصوره الذهنيه بتاعه 1942. كان في هذا التوقيت المنظمه الصهيونيه عملت مؤتمر بالتمور في نيويورك. المؤتمر ده انتقلت فيه مركزيه القضيه من بريطانيا لامريكا. امريكا استلمت الرايه في 42. طلعوا فيها باربع، يعني هنقف عند 4 نقط فيها مهمه جدا، لان هو ده المشهد في الحقيقه بتاع النهارده. تمام. اول حاجه طبعا ان هم تذكرها حضرتك ايام الانتداب في وثيقه اللي بيسموها الوثيقه البيضاء في 33، بريطانيا كانت حاطه قيود على هجره اليهود لاسرائيل. ما كانتش مفتوحه. هذا المؤتمر فتحت هذه القيود عن طريق امريكا. وقالوا لبريطانيا اركني بقى على جنب. سنه كام؟ 42. لذلك بعديها وايزمان بقى طلع قرار خلاص يلا شوطوا بقى في البريطانيين اللي موجودين ونخرجهم، لان الامريكان هم اللي استلموا الرايه. والرئيس الامريكي في 44 بعديها بسنتين كان هتذكر لك اسمه هاري ترومان على ما اعتقد. في 44 اصدر قراره بهجره 100,000 يهود الى فلسطين. ده طبعا لانه جيب انتخابات بفلوس ب 2 مليون دولار من الحركه الصهيونيه انذاك في الحقيقه. النقطه الثانيه في هذا المؤتمر، لان المؤتمر ده سموه برنامج. مش مجرد مؤتمر، ده برنامج. خريطه استرشاديه، منهج هيمشوا عليه. منهج. قال لك ان دوله ان الدوله اليهوديه بتاعتنا هتبقى دوله مستقله في فلسطين وربما في شرق الاردن. يعني كامل فلسطين. الخريطه اللي طلعها في الامم المتحده في 2023 قبل 7 اكتوبر باسبوعين. نعم. هي موجوده في المؤتمر ده. خريطه الطريق بتاعتهم تقول لك على كامل فلسطين. المفاجاه وربما شرق الاردن. شرق الاردن هي بقت اماره ثم بقت مملكه. ما انت تذكري حضرتك هنا في 1919 ظهرت اتفاقيه فيصل وايزمان. ده قبل ده قبل المؤتمر ده في 1919. قبل بلفور. لا بعد بلفور بسنتين. بعدها بسنتين. بعدها بسنتين. حصل اتفاق على هامش مؤتمر فرساي بتاع السلام اللي بعد الحرب العالميه الاولى. وقع عليه الملك فيصل الحجاز ووايزمان حييم وايزمان. اعترف في هذه الاتفاقيه بوعد بلفور، بس بشرط استقلال الدول العربيه. تمام. فعشان كده ظهرت بقى شرق الاردن، فيما بعد بقت المملكه الاردنيه لعبد الله الهاشمي اللي هو اخوه. وفيصل نفسه راح مسك ملك على العراق يعني. فإلى ان برضه اليهود في 42 بيخونوا. ده كمان عايزين فلسطين وربما شرق الاردن. تمام. نمرة 3 ودي الأهم، النقطة الثالثة، إنه بيقول لك هنهجر بقى كمان في نهاية المطاف بتاعتنا الفلسطينيين دول، السكان دول هنوديهم العراق. هي دي الحدوتة بقى. دي الحدوتة بقى. دي أصل الحكاية. يعني هو عايز يودي الضفة. الإعلام دلوقتي بيقول لك إيه؟ إن هنودي الضفة دولت نزحهم نشفتهم على الأردن. لا، دي هتبقى الأردن الكبير. والأردن الكبير دي تشفط الأنبار في العراق ويبقى الفلسطينيين في العراق. تمام. واخده بال حضرتك؟ ده التقسيم. ده هيبقى التقسيم. وبص على خريطه كده مناطق تمركز داعش في الفتره الياها. نازلين من عند شمال من شمال سوريا، من الرقه ودير الزور. وفتحوا البوكمال ونزلوا على الانبار غرب نهر الفرات. مناطق تمركزهم بترسم اسرائيل الكبرى من ناحيه نهر الفرات، ومناطق تمركزهم في سيناء كانت بترسم اسرائيل الكبرى من ناحيه نهر النيل. ده كان مناطق تمركزهم وهنتكلم عليها يعني. طيب نمره 3، بص بقى المفاجاه دي. في هذا المؤتمر او في هذا البرنامج 1942 قياده اسرائيل لكل الشرق الاوسط في المجال الاقتصادي
وضبط الامن تقود اسرائيل كل الشرق الاوسط. هنا بقى بتتكلمي على اسرائيل الكبرى امنيا واقتصاديا. يعني هتلاقي بقى كل استثمارات العرب دلوقتي رايحه ناحيه الايه؟ ناحيه الخليج بقى، تلاقي نيوم، تلاقي ما اعرفش ايه، تلاقي يعني كل الاستثمارات بقى تروح هناك. ناحيه اسرائيل تقصد؟ طبعا ناحيه اسرائيل. خلاص بقى ناحيه الخليج. لا انا اسف، اقصد يعني انا شاورت على مدينه نيوم من ضمن الاستثمارات يعني. فهنا مخطط قيادة إسرائيل للشرق الأوسط منذ هذا المؤتمر في 1942، وهذا هو ما يحدث اليوم. لما نيجي نرجع لخريطة، يا ريت لو يطلعوها لنا خريطة جورا إيلاند، نشوف بقى المشهد بتاع 7 أكتوبر وفكرة تهجيرهم لفلسطين مع جورا إيلاند. يطلع لنا الخريطة. في الحقيقة في 2008 كان طلع جورا إيلاند وقال لك حل الدولتين مش نافع معاكم، طب خدوا المقترح ده، احنا ناخد 720 كيلو متر من مساحة سيناء، 24 كيلو متر على الساحل بتاع المتوسط، رفع الشيخ زويد العريش، وتنزلي جنوبا كده تحت حتى جنوب كرم سالم بتاع اسرائيل. المساحه دي كلها 720. دي اللي كان موجود عليها الدعايشه وكل الجماعات الارهابيه اللي عدت من انفاق غزه علينا من 2014 ل 19 اللي اسقطوا لنا اكتر من 4000 شهيد على مدار 4-5 سنوات. رسموا المساحه دي اللي هي المساحه اللي كان مشاور عليها جورا إيلاند في 2008 تنضم على قطاع غزه ويعملوا مينا على منار مينا سنغافوره. خلي بالك بقى خط الشرق الاوسط بتظهر جزء منها اهو. يعمل مينا على غرار مينا سنغافوره على طول الشريط الساحلي بتاع غزه والحته اللي اخدوها منك. تمام كده. يظهر اكتشافات غاز فيها خلاص، تتربط بمطار دولي يعملوه، ويشقوا شبكه طرق من مصر والاردن والمطار والمينا، ويروح يطلع فوق للعراق وينزل تحت على الخليج. تمام كده. بشبكه طرق بريه نقل البضائع وشبكه نقل خطوط الطاقه. تمام. وهنا اقدر اقول لك بقى لما نعمل اسقاط على الوضع اللي احنا فيه النهارده، لو ده تم وفي مرحله ثانيه يبتدي بقى يجيب حكومه مواليه ليه في لبنان، فيضم مساحه لبنان معاه بالغاز بتاعها، بالغاز بتاع فلسطين، بالغاز بتاع اسرائيل. اصبحت اسرائيل هي الهب. هب الغاز هنا بقى لمين؟ لأوروبا. هو ده اللي بترسم يعني اسرائيل ماشيه فيه دلوقتي. الامريكيه الاوروبيه الاسرائيليه طبعا في ارض غزه. طبعا طبعا هب الغاز هنا بقى. تمام. طيب نمره 3 دي كانت عطاها جورا إيلاند بقى لمبارك. انت يا عم مبارك هتاخد من كل حركه تبادل البضائع دي والطاقه، هتعدي الحدود من عندك، هتاخد الجمارك وتاخد الاتاوه على الطاقه، انتعش الاقتصاد بتاعك. واحد، هتاخد ارض مقابل ارض ثانيه في صحراء النقب مكان اللي اخدناها. 3، عندك مشكله في الميه، هنديك استثمارات تعمل محطات تحليه. عندك مشكله عايز تعمل الضبع، هنساعدك انك تعمل. كان في عطايا كتير قوي لجورا إيلاند. قال لك كمان انك هتسيب لنا 1% في مقابل ان هديك ساده كامله بقى عسكريه على اراضي سيناء. لا انا اسف، احنا النهارده سيادتنا العسكريه كامله على كامل سيناء. الجيش المصري بتاعك موجود النهارده حتى الحدود الدوليه بيننا وبين فلسطين. محطات الميه بالتحليه الى اخره، كل ده اتعمل. صحيح. عايز اقف معاك في نقطه مهمه جدا هنا نفهمها للناس. كانت خطوط الدفاع المصريه للدفاع عن الدلتا حتى وصول السيد عبد الفتاح السيسي يعني من 56 لغايه النهارده. خط الدفاع الاول هو الحدود دي الدوليه دي. خط الدفاع الثاني كانت منتصف سيناء الممرات. خط الدفاع الثالث كانت سيناء. عشان كده اسرائيل اجبرتك انها على طول تنقل حربها معاكي فين؟ جوه سيناء. بعد المشاريع القوميه لان ليها بعد وفلسفه اللي اتعملت من 14 للنهارده واللي شاور عليها رئيس الوزراء من كام يوم. المرحله الاولى بتاعتها كانت عباره عن ايه؟ انه عمل انفاق، فعمل انصهار ديموغرافي ما بين سكان الدلتا وسينا، مش كده؟ بالانفاق ربع ساعه تبقى جوه وهو ربع ساعه يبقى عندك. وبعدين مد بسرابيوم نهر النيل لسينا يحولها لاراضي زراعيه وصناعيه بالمليارات بقى اللي رئيس الوزراء قال عليها. هنا انت حولتي سينا بقناه السويس كتله ارضيه واحده منصهره فين؟ جوه الدلتا بالانفاق. صح؟ تصبح هي خط الدفاع كلها، خط الدفاع الثالث عن الدولة المصرية. ويصبح خط الدفاع الثاني هي فلسطين. فلسطين خدوا بالكم يا مصريين. خط الدفاع الثاني النهارده عن الدولة المصرية هي الدولة الفلسطينية. طب من هو خط الدفاع الأول؟ سوريا. ده احنا كده بنرجع لخطوط الدفاع من ايام بقى اول ما الملك مصر حتمس الخ وايام المماليك. دي الفلسفة النهارده بتاعت المشاريع القومية في الحقيقة. فدي جورا إيلاند، وحب ينقل ويعمل والخ. والناحيه الثانيه هيودي لك بتوع ضف على
الاردن، أيوة. وتبقى الاردن الكبير بقى وياخدوا الانبار بتاعه العراق. وهنا بقى تتحقق مقوله اسرائيل الكبرى. ليه؟ لان مؤتمر 42 ده هو عايز يعمل كومنولث يهودي. لما يقول لك ارض في الارض اسرائيل هي أيوة. فلسطين وربما شرق الاردن. أيوة. هو بيعمل ويتهجروا للعراق. أيوة. وتيجي تشوفي الخريطه بتاع اسرائيل الكبرى، غرب نهر الفرات، سوريا، حته اجزاء لبنان وسوريا واجزاء من العراق، وينزل للمملكه العربيه تحت، تبقى أيوة. مدينه نيوم بقى. ويدخل ياخد سينا. تمام، يبقى دي اسرائيل الكبرى. هو ده المخطط بتاعه النهارده. فاللي بيتحدث عن تهجير سينا ويسقط ديوننا او ناخد تهجير الفلسطينيين، لا يوجد ثمن لدماء المصريين من 48 لغايه النهارده اللي ذابت في رمال سيناء. بال 4000 شهيد اللي ماتوا من 2014 ل 19. أيوة. اتنين، هو انتم متخيلين انه لو انت نفذتي له ده قلت له حاضر واسقط لك ديونك على سبيل زي ما العرض، هو هيسيبك بعد كده؟ ما هيوقعك تاني. أيوة. لان مش مطلوب انك تقومي. يعني اللي متخيل ان هو طب ما نوافق ونعمل انتعاشه بقى ونخرج من ازمتنا. ناس بعافيه. شوفي حضرتك، هم اهانوا مصر واستهانوا بمصر وفتحوا عليها كل خطوطها الاستراتيجيه. حفروا لك في السودان، وحفروا لك في ليبيا، وحفروا لك في المتوسط، وحفروا لك في الشرق، شمال الشرق في غزه دلوقتي. ورقعوك اقتصاديا وخلوا الشعب بتاعنا يجري ورا السكر والرز. مش كده؟ وظنوا ان انت اصبحت جثه هامده ففتحوا 7 اكتوبر عليكي. فاذ بهم يفاجئوا بالدوله المصريه تنهض وتعلن عن موقف من اقوى المواقف المصريه التاريخيه. صحيح. عبر تاريخ القضيه بالكامل. صحيح. لا تهجير. يعني هذا المخطط الخنقه دي مقصوده طبعا. قولا واحدا. أيوة. ما هو مقصوده ليه؟ رقعك اقتصاديا ليه؟ طبعا. عشان لما تيجي تقول يلا هنركع والله، لما تيجي تقول يلا خدوا دي ونسكت لكم، فالرئيس يقول لك طب والشعب يقول لك بقى خلينا نفوق. ولا الشعب وافق. ودينا شفنا اول بس ما قال انا ممكن انادي على الشعب، لقينا الشعب كله بالملايين في الشارع. صحيح. يعني هنا انصهار ما بين القياده. صحيح. والشعب. صحيح. مش هقول لك بقى زادت شعبيه السيد الرئيس والكلام اللي لا ده في روايه مصريه، في حدوته مصريه هنا بتتقال. بعيده خالص عن الرؤيه السياسيه بتاع انتخابات ولا كلام من ده. ده روايه مصريه بتشاور على جينات النضال في الشعب المصري. والشعب الفلسطيني ايضا. فده النقطه. فنرجع بقى لاخر نقطه نقفل بيها فكره مؤتمر 42 وقاده الشرق الاوسط اقتصاديا. يا ريت لو يعرض لنا الممر بتاع الهند. تمام. ممر الهند هو اعلن عنه في الامم المتحده. نتنياهو. بضائع تطلع من الميناء بتاع الهند تفضي حمولتها في الميناء بتاع الامارات، تدخل البحر الاحمر تفضي في الامارات، وتشد طريق بري بشاحنات الى تدخل السعوديه، ومنها المنفذ على الاردن، ومن الاردن تروح لحيفا وتركب البحر مره ثانيه بحري الى ميناء فيريوس في اليونان الى اوروبا. هذا ممر فنكوش. حتى معظم المحللين في الغرب قال لك هذا ممر دعايه اكثر منه ممر اقتصادي. صحيح. لان بحري ثم بري ثم بحري ثم بري في اوروبا. ايه التكلفه هنا يعني؟ انما مع مشهد ضربك برضه. انما مع مشهد 7 اكتوبر هنا انا اسال نفسي سؤال، طب انت لما هتهجر الغزاويين الارض دي هتعمل بيها ايه؟ اقدر اقول لحضرتك هنا يتغير المسار الهندي، لان حتى نتنياهو نفسه ما حدش يقف عند الكلمه دي ابدا وهو بيقولها وهو بيشرح الممر في الامم المتحده، قال طريق استشرافي. يعني الحدوته ما خلصتش. استشرافي. يعني هم ما اتفقوش ووقعوا على ان هو ده الطريق النهائي. استشرافي. والخريطه اللي عرضها ما فيهاش غزه. يبقى انا اقدر اقول لحضرتك الممر ده يطلع من الهند بدل ما يفرغ بحري في ميناء الامارات، لا هيكمل للبحر الاحمر فوق عند ميناء ايلات، ويشق قناه شبيهه بقناه السويس، موازيه لقناه السويس، يشق قناه يقعد بقى 5 6 سنين يشقها، ويطلع بيها لغايه ميناء اللي في غزه اللي ناوي يعمله في غزه. ويطير. فيصبح الممر الاقتصادي كله بحري. هذا خطر وجودي على الدوله المصريه طبعا، ولازم المصريين يصحوا للحدوته دي. هكذا يتحقق نبوءه برنامج 42 قياده اسرائيل لكل الشرق الاوسط. ليه؟ يعني ما هي مش هتقودها اقتصاديا بس، خلي بالك امنيا بقى. ما هو امنيا ده هيجي ازاي؟ وايه اللي يخلي الشعوب تنصهر، شعوب المنطقه الاسلاميه اللي حواليها تنصهر ازاي؟ بالديانه الابراهيميه اللي هم عايزين يعملوها.
خلي بالك. أيوة. ما هو قالها في الامم المتحده. أيوة. عملنا الاتفاقيه الابراهيميه. أيوة. وشاور على الامارات والبحرين. أيوة. ها أيوة. الاتفاقيه الابراهيميه دي ببساطه يعني هو بيقول لك احنا الاديان الثلاثه بندبح في بعض وحروب وبتاع، لا تعالى نعيش في تخاء والامارات عملت البيت الابراهيمي وفتحته في 23 معبد الطيب وكنيسه فرانسيس والمعبد موسى بن كان دور عظيم للازهر الشريف طبعا. ما هم دافعوا عليه في 19 لما خلوه يوقع على وثيقه، بس مش هي الوثيقه اياها، الوثيقه بتقول نتعايش بحريه الاعتقاد والعقيده، يعني الاديان موجوده. ما كانتش لما فاق المخطط اعترض وكان موقف شديد. نعم. فهنا هو في مخيلته ان لما يعمل هذه الديانه الابراهيميه نتعايش كلنا في رخاء. أيوة. وبالتالي يبقى هو شرطه المنطقه بقى. اللي هو ايه؟ ضبط الامن. والاستثمارات كلها تخش على اسرائيل بصفاتها هي التكنولوجيا والعقل المفكر. والذكاء الاصطناعي الله 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 الله. انت بترجعيني لكتاب جيمون بريس الشرق الاوسط الجديد بالظبط. عقول اسرائيليه، تكنولوجيا اسرائيليه. أيوة. اموال خليجيه. أيوة. والعبيد هم المصريين بالايد العامله. لن يحدث لن يحدث. مصر اثبتت في 7 اكتوبر ان مفاتيح المنطقه كلها بحوزتها، وان مفيش مسمار هيتضرب في هذه المنطقه الا باذن من مصر. ايوه. ولن يستطيعوا تركيع مصر لا اقتصاديا ولا سياسيا. صحيح. وليا نداء هنا انهي بيه مع حضرتك. اتفضل. الشعب المصري ونداء للقياده السياسيه، الشارع المصري يحتاج للغه خطابه شعبويه. نعم. شعبويه. نعم. نحن نواجه خطر وجود حقيقي. نعم. وهنعديها ان شاء الله. وانا واثق ان هنعديها. لسه هقول لك هنعدي. بؤمن جدا بالشعب المصري وبالقياده السياسيه. نعم. ان هما الاثنين نسيج واحد. نعم. ويشوفوا المخطط كويس. بس عشان الشعب يشوفه مظبوط لازم خطاب شعبوي. لازم يتشرح له. لازم يتشرح له. ويعرف ان في خطر وجودي. نعم. بكافه ابعاد الملعب. أيوه. دون حياء. انا اكتر شيء عجبني في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي اول مره تتخذها الدوله المصريه، ان الراجل طلع كشف المخطط دون حياء. ده على طول. ده اداها لهم وش يعني. مبارك كان ايه في سياسه كده ويلعب ويدي كعب. ايه ده طلع وش على طول. هي كده. هي افتح. ما هو من ضمن الاقنعه اللي سقطت في 7 اكتوبر ان كل الدول كل مخططاتها طلعت على الترابيزه. بالظبط. كله العرب مخططاتهم طلعت، واسرائيل مخططاتهم طلعت، والغرب مخططاتهم طلعت. كله اتكشف امام الدوله المصريه. صحيح. وتظل هي الدوله الموقف الشريف الوحيد على الترابيزه النهارده. صحيح. في تقديري قدامنا قد ايه يا فندم؟ خلاص هي دقيقه. في تقديري ان هذا المشهد ايوه هيقفل زي ما الدوله المصريه عايزاها. ربما يحدث تبادل للاسرى. نعم. في نهايه المطاف. نعم. والحرب هتنتهي. ايوه. وربما مع تبادل الاسرى يطلع حد من السجون الاسرائيليه، شخص مثلا زي مروان البرغوثي او ما شابه، يتوافق عليه الكيان الفلسطيني كله، النسيج الفلسطيني كله يبقى متوافق عليه. تمام. يقود هو السلطه في الضفه وفي غزه اللي شطروها نصفين بعد 48. ويبقى وداعا بقى للكل في الحقيقه. يعني وداعا للكل. خلاص انتوا حرقتوا القضيه الفلسطينيه. انا عايز اقول لحضرتك اخر حاجه. لما تبص على خريطه فلسطين واسرائيل ما قبل 48 قرار التقسيم اداهم كام؟ اداهم 57%. 57.7% لاسرائيل. تمام. خلاص كده. بعد حرب فلسطين بقت كام؟ بعد حرب فلسطين اللي هي 48 يعني ما قبل 48 قرار التقسيم بقت كام؟ 57%. ما بعد حرب 48 بقت كام؟ 78%. و22% الاسرائيليين اللي هو لغايه النهارده بنحارب عليها. ولما استصدرت قرار 242 بحدود حل الدولتين بحدود ما قبل 67 انت بتتكلمي في ال 22% فقط. تخيل اسرائيل وصلتك لايه؟ بعد ما كنت بتتكلمي في الاراضي كلها، بعد دلوقتي تتكلمي طب قرار التقسيم اللي هو 48%، دلوقتي انت بتتكلمي على 22%. دي من الفرص الضائعه. شرفت بيك. اهلا بيك يا فندم. اشكرك على كل المعلومات اللي قلتها. اشكرك جزيلا. باحث الاستاذ عمرو عمار، باحث الجيوسياسي. بشكره شكرا جزيلا. بشكر حضرتك.